يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد، ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. كان عندي مشكله. اتفضل. ازيك يا استاذ الاول؟ بيقول لك ازيك يا استاذ. مساء الفل يا ابو حميد، معلش سعيد. انا اسف الصوت يعني واطي شويه. ممكن يا استاذ احمد بس حضرتك تعلي صوتك سنه؟ حاضر. اتفضل. كده كويس؟ يا زي فندم. الفل. انا متجوز وسعيد جدا في بيتي، ما شاء الله. وعندي 5 اولاد. الله اكبر. الحاله الاجتماعيه كويسه قوي ما شاء الله. الحمد لله يعني. حبيت واحده ثانيه. حبيت واحده ثانيه؟ اوكي. بعد كام سنه جواز يا احمد؟ بعد حوالي 14 سنه. أزمة منتصف العمر. كمل ماشي. طب انا يعني سني 40 سنه، يعني مش كبير. تمام. يعني حبيتها وقلت اتجوز. احنا سامعينك. مش هعمل حاجه وحشه، وهي برضو كانت مطلقه وعندها 3 اولاد. فبس في اعتراضات من جميع الجهات، وقلت يعني اعمل الموضوع ده في العلن، يعني مش عايز مش عايز اسرق زي ما بيقولوا كده يعني. فقلت الدنيا باظت خالص، وحسيت ان انا يعني هخسر حاجات كتير قوي، بس انا يعني بحبها فعلا وعايزها فعلا، ما اعرفش ازاي، بس هو ده اللي حصل. ده كويس ده غلط مش عارف صراحه. يعني ساعات بقول لنفسي طب ده ممكن يبقى غلط، هي انت معاك اولاد وهي معاها اولاد، طب لو الدنيا غلاء زي ما انت عارفين، بس انا يعني متوسل الحال الحمد لله يعني. احمد ممكن اسالك على حاجه؟ وانا مش عايزه انا وانت نتكلم كراجل وكست، عايزين نتكلم كانسان وانسان. وانا بحترم فيك جدا صراحتك، لكن انا عايزه اقول لك على حاجه. لو بعد 14 سنه انت وقفت جنب مراتك، مش هقول لك حبت راجل تاني عشان عيب ما يصحش، انتوا بتشوفوها انها عيب وما يصحش، طلبت الطلاق. لكن ليه؟ انا مش هقول لك انها لو حبت راجل تاني عشان بقول لك عيب وما يصحش، انتوا بتشوفوها عيب وما يصحش، لكن انا هقول لك على حاجه لا تانية. طبعا. لو بعد 14 15 20 سنه انت وقفت جنب مراتك وخليت مراتك وزيره، وقعدت انت بالعيال وربيت انت العيال وجبت لهم حد يرضعهم وحد يلبسهم وخليتها تتفرغ تماما لمستقبلها وشغلها وكذا. شكرا. طب ممكن انا بعد ما تخلص وبعد ال 20 سنه دول، بعد ما وصلت بقت وزيره، اول لما قعدت على الكرسي اول حاجه فكرت فيها تخلص منه. ايه؟ اقول انا بقى. بص يا استاذ احمد، مع احترامي ليك طبعا ولرحلتك ولولادك ال5 اللي ربنا يا رب تفرح بيهم، بس انا عايز اقول لك دي اسمها ازمه منتصف العمر. ازمه منتصف العمر دي الواحد بيحس ان هو عايز يرجع شباب تاني، عايز يعمل مغامره تاني. صدقني يا احمد، والله هقولها لك بالامانه، لو انت اتجوزتها هم اسبوع بالكتير ومش هتحس ان اي حاجه اتغيرت. الحاجه الوحيده اللي هتحس بيها انها اتغيرت ان بيتك اتخرب وعيالك بيجروا في الشوارع والناس كلها والمجتمع قرفانين منك وزهقانين منك. فانا بقول لك والله ما في اي فرق. استعيذ بالله من الشيطان، خلي ولادك في حضنك، بص لمراتك بشكل تاني، حاول تجدده، ودي اسمها ازمه منتصف العمر. يا ريت تخش وتقرا فيها، هتستفيد جدا. صح. والملل والرتابه والتعود وكده بيخلي الواحد بيدور على حاجه جديده بره. يعني ارجوك اعمل اللي سعيد قالك عليه، اهو انتوا رجاله زي بعض، هو قالك